ودي أعطي الشباب الآن والشابات الذين يرونني الآن من خلال هذا، انظروا يا أخواني، أعطيكم طريقة مبسطة لختم القرآن في خلال شهر. كل آخر شهر أنت تستلم راتبك، كل آخر شهر أنت لك بيع وشراء، لك مثلا شيء تجرده في آخر الشهر، اجعل هذا كل آخر شهر تختم. انظر الآن، شوف هنا سورة الفاتحة. سورة الفاتحة خلنا نقول اليوم 1/3 بالهجري اللي هو ربيع الأول، 1/3/1443. خلنا نبدأ اليوم صلاة الفجر، أول صلاة في اليوم، أول ما تقرأ اقرأ الفاتحة، قل بسم الله واقرأ الفاتحة، ثم اقرأ 10 ورقات. شوف في صلاة الفجر، من صلاة الفجر حتى العشاء اقرأ 10 ورقات، وعد معي. شوف أول ورقة ألف لام ميم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. شفت هذه ورقة تكون عن وجهين، هذا وجه وهذا الوجه الثاني. أنا بعد الورق وكل ورقة وجهين. صليت الفجر اقرأ ورقتين، 1 2. صليت الظهر حتى لو فاتك الصلاة تقرأ هذا الوجه بعد الصلاة. صليت الظهر 1 2 ورقتين. صليت العصر 1 2 ورقتين. صليت المغرب ورقتين. صليت العشاء ورقتين. هذه 10 أوراق، مو أوجه أوراق. لاحظ هنا الآن الجزء ايش الثاني. في اليوم أنت قرأت جزء، وهذه الصلاة 30. الصلاة كم عددها؟ 5 صلوات، وعدد المصحف أجزاء 30، والشهر 30 يوم. قسم 30 جزء على 30 يوم، كل يوم تقرأ جزء. ال10 ورقات هذه جزء. اقرأ الفجر ورقتين، والظهر ورقتين، والعصر ورقتين، والمغرب ورقتين، والعشاء ورقتين. يأذن العشاء ختمت جزء، وبكرة كل صلاة ورقتين. آخر الشهر 30 جزء، 30 يوم تقرأ كل يوم جزء، وتصبح كل شهر تقرأ المصحف كاملا. في السنة 12 مرة.